هو ليه المصريين بيتفرجوا على برامج رامز رغم اننا كل سنه بنقول ده برنامج سخيف ومتفقين مع بعض ومرتبين والناس عارفين الكلام ده، بس بنرجع نتفرج برضه؟ خلاص ولعوا فينا. خلاص يا عم ما تجيبوا ياكلني بس. الموضوع يا صديقي بيرجع لثلاث اسباب. رقم واحد، التعود. الموضوع بقى عاده من العادات الرمضانيه زي الكنافه والقطايف كده، انت بتشغل رامز على الفطار عشان اتعودت تعمل كده بغض النظر بقى عن ايه المقلب ولا مين الضيف. والدليل على كلامي ان رامز لو نزل البرنامج بتاعه في اي شهر تاني في السنه مستحيل ينجح. السبب التاني وهو الفضول. الانسان بطبيعته عنده فضول دائم يعرف ايه اللي هيحصل، بنبقى عايزين نعرف الناس لما تتعرض لضغط او موقف غريب هتتصرف ازاي. تالت حاجه ودي اكتر حاجه هتستغرب منها يا صديقي وهي الانتقام. فاكر المشهد بتاع جعفر وسيد العمده في اخر المسلسل لما كان جعفر بالكلسون وسيد بالبدله؟ الناس كانت بتتفرج على الحلقه دي في القهاوي وبتسقف رغم انه مسلسل والناس كلها عارفه انه تمثيل. نفس القصه في برامج رامز، بيبقوا مستنيين يشوفوا رد فعل الضيف هيعمل ايه مع رامز بعد كل اللي عمله فيه. وانت فاكر ان انا هسيبك؟ انا مش هسيبك. الضربه ولا رشه الميه في اخر الحلقه بتاعت رامز من اهم العوامل اللي بتزود المشاهده. في الاخر قول لنا ايه اكتر برنامج عجبك لرامز، وتفتكر البرامج دي بتبقى تمثيل ولا حقيقه؟